كتير يا جماعة ممكن حد يقول لك حاجة دينية أو وعظ أو نصيحة دينية، في ناس ممكن ما تتقبلهاش من شيخ، لكن لما يلاقوها في عمل درامي ممكن يبقى اكسايتد ليها ويعملوا بيها ويقبلوها. أنا لقيت يا جماعة العمل اللي اسمه مسلسل بابا المجال. مسلسل يا جماعة فعلا أثبت لي إن هو رسالة، والفن فعلا رسالة سامية وهدف واضح، مش تعري وأجساد عارية وإفيهات وشغل بلطجة. لا يا جماعة، المسلسل بتاع بابا المجال ده شابوه بجد. مسلسل بطولة مصطفى شعبان والفنان راد الخولي والاستاذه سوسن بدر، اخراج احمد خالد موسى وهو المؤلف. مسلسل يا جماعه يعني الجميل فيه ان هو بيتكلم عن الحرام والحلال، وفي حاجات بتذكرك بالدار الاخره والدنيا مع الدين. ومسلسل درامي جدا طبيعي جدا، مش داخل في الدين مباشر، بس فيه رساله واضحه وساميه جميله قوي. ومن يعني اختصار المسلسل اللي هو عباره عن الفنانه سوسن بدر كان معاها ابنها اللي اسمه زين، اخدته وهو صغير وهربت بيه عن جوزها اللي هو رضا الخول عشان كان بيتاجر في الحرام. ولكن الولد طبعا لما كبر بقى يعني عدى 20 سنه على الموضوع، رجعته لابوه وعرفته بابوه واهل ابوه. فطبعا ابوه رضا الخولي متحمس جدا وفرحان بالابن. فبيكلم مراته سوسن بدري بيقول لها ايه، سيبي الواد بقى ليا زهيره، سيبيه بقى متعه، انا هوريه الدنيا كلها، انا معايا الدنيا كلها. الاقي سوسن بدري ترد عليه وتقول له وانا معايا رب الدنيا، رب اللي خالقها، انا معايا رب الخالقه رب الدنيا سبحانه وتعالى. فيا جماعه الكلام جميل قوي وتخشعره له الابدان. هو عايز يمتعه بالدنيا وفلوس الحرام، وهي تقول له انا معايا رب الخالقه، وسيبك بقى من الحرام اللي انت عايشتنا فيه، وانا سبتك بسبب كده. ومشهد يا جماعه اكتر من مره اجي الاقي مصطفى شعبان وهو بيصلي الفجر، جايبين مشهد ليه وهو في المسجد امام راتب بيصلي بالناس الفجر، وقراءته طيبه وقراءه صحيحه. اما باباه كان نايم في حضنه على السرير بيبص ما لقاش ابنه، فخاف لكون امه هربت بيه كالعاده. فالراجل سمع صوت ابنه في المسجد، وابوه طبعا يعني قلبه قاسي ومتجمد عشان شغال في الحرام والحاجات دي كلها، وراجل عجوز عقيم كبير، فقلبه متجمد يسمع ابنه وهو بيصلي في المسجد. اضافه يا جماعه يعني المسلسل برضو يعني فيه عيوب، بس انا مش عايز اقول العيوب دي صراحه كنقد سينمائي او فني. يعني الاقي برضو ان بيتكلم عن قطيعه الرحم، وان اهل رضا الخولي واهل مصطفى شعبان ناس اشرار جدا وفيلن قوي، وفي قطيعه رحم وكله بيتكلم في الفلوس والميراث والدنيا. فده يعني حتى يعني في فعلا يا جماعه في خير لسه، في حاجه بتقول ان فعلا الفن رساله. انا لقيت العمل ده عجبني جدا رغم ان هو معمول سنه 2023 في شهر رمضان من سنتين، ولكن حبيت اتكلم عليه. وكمان الفنانه سوسن بدر بتقول جمله جميله قوي، اللي ياكل الحرام الحرام ياكله، اللي ياكل الحرام الحرام ياكله. بص يا جماعه الكلام الجميل من المؤلف والاداء من سوسن بدر، لا بجد شابوه لصناع هذا العمل بجد.